هاكلك النهارده اكله، انما ايه؟ هتاكلي صوابعك وراها. يا سلام يا سلام، ويا ترى بقى هتأكلني ايه؟ هاكلك النهارده شاورما تندوري، تعرفيها؟ الله، بجد انا اول مرة اجربها، بس الناس بتقول عليها تحفة. ومش هتكون اخر مره، ده انا خايف بعد كده اجي الاقيكي بيتالي في المطبخ جوه. طيب انا هروح الحمام بس عما الاكل يجي. رحمه، على الله على الله ارجع الاقيكي مسحه الطبق كله لوحدك، انت حره. الله، وحتى لو ده حصل مستخسره فيا؟ لا طبعا، فداك المطعم كله. بس على الله بقى ملاكيك جايه تعيطي لما كرشك يبقى 5 متر قدام. طب يلا اتكل من هنا، يلا. ياسر نسي تليفونه وشكل فيه حاجة مهمة. ندى عماد، وحشتني. استنيتك تكلمني امبارح، بس شكلك كان وراك شغل كتير. مشتي اروح على الهدية دي، بس ما كانش ليه لزوم، دي غالية قوي. ايه كل المكالمات اللي بتقعد بالساعات دي؟ وايه ده؟ ايه التحويلات دي؟ ايه اتاخرت عليكي؟ لا، انت جاي في الوقت المناسب. قناة العراف تقدم لكم مسلسل بلا رحمة بقلم محمد حامد، إخراج آية الحايس، مونتاج محمد حامد، دينا فتحي في دور رحمة، محمد حامد في دور ياسر، أحمد لاشين في دور الضابط هشام، نيفين السعدني في دور أم رحمة، محمد فريد في دور أمين منصور، محمود إسماعيل في دور ياسر المحامي، محمد الصعيدي في دور ياسر الدليفري، أحمد يحيى في دور ياسر الجزار، خالد عبد الله الضابط ياسر، أسماء محمد في دور زوجة الدليفري، آية الحايس في دور دكتورة الاسم، أميرة سعيد في دور موظفة الاستقبال، محمد وليد في دور حارس الزنزانة، سارة أحمد في دور وفاء. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. يا ست، يا دكتورة، فكوني، والله العظيم هديكم اللي انتوا عايزينه. انا محامي، انا اقدر اطلعكم منها زي الشعر من العجين، بس سيبوني امشي. تطلعنا من ايه يا حالتها؟ هو احنا عملنا حاجة؟ احنا بس بنعلمكم الادب اللي اهاليكم ما عرفوش يعلموه لكم. انا بس بصلح غلطات القانون اللي انت بتلعب بيه. شفتي يا ياسر؟ المتر عايز يدافع عني. تفتكر هو شاطر زيك في الكذب؟ ارحموه، ارحموه يا رحمة، ارحموه، الراجل ده ملوش دعوة، المحامي ده ملوش دعوة بأي حاجة. اقتلوني أنا وخلصونا، اقتلوني. الموت سهل قوي يا حبيبي. أنا عايزة المتر يشرح لك إزاي كان بياخد شقق الستات الغلابة بالقانون، والنهاردة هتدفع تمن الشقة دي، بس مش فلوس، حتة من جسمك. ياسر محمود بتاع الدليفري، وياسر عبد الحميد المهندس. والنهارده جالي بلاغ باختفاء المحامي ياسر الصاوي. 3 اختفوا في اسبوع واحد، وال3 نطاق تليفوناتهم اتقفل في نفس المربع.
يا هشام بيه، المكان فيه أكتر من 200 شقة سكنية، بس برضه فيه هناك صيدلية الدكتورة رحمة. وبالنسبة للمحامي اللي اسمه ياسر، ده كان محامي الخصم اللي كان برضه خاص بالقضية المختصة بالدكتورة رحمة. ايه؟ قضية ايه؟ قضية الورث يا باشا. وده اللي المحامي ياسر كسب القضية لصالح الخصم، وده اللي خلى الدكتورة رحمة تدفع مبالغ كبيرة جدا. مش ده برضه ممكن يكون خط يساعدنا في القضية؟ هي مفيش غيرها. رحمة دي مش ضحية، اكيد رحمة وامها دول هم الصيادين. بس ازاي بيخفوهم؟ وايه الرابط اللي بين الدليفري وبينهم؟ لا، بالنسبة لسواق الدليفري يا باشا لا، سواق الدليفري كان شغال بانتظام مع صيدلية الدكتورة بيوصل لهم الطلبات. هات لي اذن تفتيش للصيدلية وللبيت وللمخزن اللي قالت عليه. المرة دي مش هروح اشتري اسبرين، المرة دي هقلب الدنيا. ياسر دكتور جامعة؟ لا بلاش ده دلوقتي. ياسر جزار؟ ده ينفع قوي، قوي وعنده صحة وهيستحمل اللي هيشوفه. انت اللي عليك الدور يا بطل، عشان ياسر حبيب يشوف ان القوة مش كل حاجة. ما تنسيش يا بنتي، الجزار ده كان بيدي لياسر الكلب لحمة ببلاش عشان يوزعها في الانتخابات بتاعة النقابة. كان بيساعده يلمع صورته قدام الناس وهو من جواه شيطان. ما تقلقيش يا ماما، انا فاكرة كل حاجة. كل واحد ساعده او طبله هيدفع التمن غالي. عارف يا متر، الجرح اللي في رجلك ده محتاج تنظيف، بس انا مش هنضفه. انا هسيبك تشوف ازاي الوجع بيكبر. انت عايزة يا مجنونة؟ انت عايزة يا مجنونة؟ سيب الناس دي تمشي، سيب الناس دي تمشي وانا هعمل لك اللي انت عايزاه. هرجع لك الشقة وهديك كل الفلوس اللي انت عايزاها، بس سيبهم يمشوا، هما ملهمش دعوة بأي حاجة. فلوس ايه وشقة ايه يا حلت امك؟ الفلوس مش هترجع لبنتي عمرها اللي ضاع، ولا صحتي اللي اتدهورت بسبب قهرتها. الوجع ما بيتعوضش بالفلوس. المحامي ده كان بياخد شقة الناس بالقلم، والدليفري ده كان بيشوف خيانتك ليا ويسكت عشان كنت بتديله بقشيش زيادة. كلكم شركة في الجريمة، كلكم قلتوا أنا مالي، لحد ما الوجع جالي أنا وأمي. دلوقتي هتشوف ياسر المحامي وهو بيفقد صوته اللي كان بيكتب بيه في المحكمة. دكتورة رحمة، معانا إذن تفتيش للمكان بالكامل والبيتك كمان. اتفضل يا سيادة المقدم، المحل محلك والبيت بيتك، بس يا ريت بلاش بهدلة في الأدوية عشان دي أرواح ناس. افتح الباب ده. قلت لحضرتك ده مخزن قديم ومقفول. اتفضل. وايه العلامات دي يا دكتورة؟ كأن في حاجة تقيلة اتجرت هنا. معدات طبية قديمة نقلتها من أسبوع. حضرتك تقدر تفتش البدروم بنفسك، بس زي ما قلتلك غرقان مية مجاري. المكان هنا ريحته وحشة فعلا. مفيش حد هنا. تمام يا دكتورة، بس خليكي عارفة الخيوط بدأت توضح، وياسر المحامي مش هيختفي بالساهل. حمادة، حط يا ابني اللحمة دي في التلاجة واقفل المحل
عبال ما اروح الصيدلية اجيب دواء السكر بتاعي وتاني راجع على طول. يا حاج ياسر، الحقني يا حاج ياسر. في ايه؟ مالك يا بنتي، في ايه؟ في واحد واقع قدام الصيدلية وبينزف جامد، أنا لوحدي مش قادرة أشيله، أبوس إيدك تعالى ساعدني ندخله جوه قبل ما يموت. طب وسعي كده. الله، هو فين المصاب ده؟ المصاب هو أنت يا حاج ياسر. أهلا بيك في حفلة الأسماء. السهرة النهاردة هتبقى دموية بزيادة.